بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ده حديث رواه مسلم. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بيرقي نفسه ويرقي أهله، كما في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين ثم مسح بهما جسده كله. ده حديث رواه البخاري. وقال ابن تيمية رحمه الله: الإنسان يرقي نفسه وهو أفضل وأكمل من أن يسترقي غيره، فهذا من تمام التوكل على الله تعالى. السؤال المطروح هنا واللي بيطرح من كتير من الناس: هل الرقية بتعالج السحر والحسد والأعمال والأمور دي كلها؟ هل لابد إنها هتكون لوحدها الرقية ولا يكون معاها أمور أخرى؟ وهل يجوز فعلا إن احنا نجيب حد كان متعارف عليه عند ناس كتير، إن احنا بنجيب شيخ يرقينا ويرقي أولادنا ويرقي البيت، ولو بيقرأ هو على مقروء عليه القرآن الكريم وأولادنا وإحنا نغتسل بيه ونرشه في البيت، والأمور المعتادة عند كتير من الناس، ده فعلا له أثر في فك الأسحار والأعمال والحسد والعين والأمور دي كلها؟ هنعرف إن شاء الله تعالى كل الإجابات على التساؤلات دي مع ضيفتنا اللي مشرفونا الدكتورة سماح الحصري، المتخصصة في التغذية العلاجية والطب النبوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا دكتورة سماح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحلقة السابقة احنا اتكلمنا عن الأعشاب وعلاقتها بموضوع الأسحار والأعمال، ورد حضرتك على كتير من الشبهات. إن شاء الله الحلقة تكون موجودة على صفحة الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية، وموجودة كمان على اليوتيوب لو حضراتكم حابين ترجعوا لها. احنا هنكمل النهاردة في نقطة مهمة جدا: الرقية الشرعية. حضرتك ذكرتيها المرة السابقة، اتكلمتي عنها ان احنا آيات الرقية الشرعية وانها لابد انها تكون مع الحجامة. طيب لو الرقية الشرعية لوحدها، انا مثلا بقرأ على مية واشرب المية دي، او بقرأ على حاجة كبيرة فيها مية واغتسل بيها وارشها في البيت والكلام اللي احنا عارفينه ده له علاقة بفك الاسحار والاعمال والحسد ولا لا؟ هي احنا ما قلناش معذره استاذ ندى، بسم الله الرحمن الرحيم. الرقيه مش مع الحجامه، احنا قلنا الحجامه هتبقى عامل مساعد بعد الرقيه الشرعيه. يعني الحجامه مش اساسي في علاج السحر، اساسي الرقيه الشرعيه. الاساس هو الرقيه الشرعيه. نعم. بعد ما الانسان ما بيخف بيحاول يعمل حجامه عشان تريح الجسم، سواء احنا قلنا فوائد الحجامه كتير. بالنسبه للرقيه الشرعيه، الرقيه هي طبعا قران، يعني ده بس لما بنقول قران يعني ايه؟ بنقوله بيقين، بنقوله احنا متوضئين بنقرا القران على وضوء، بنستعيذ بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونرقي الانسان. طب هل الانسان يستعين براقي؟ دي نقطة بقى، دي نقطة مهمة. في ناس كتير جدا جدا بتجيب شيوخ في البيت، شيوخ ناس محترمة، هي ما بتعملش حاجة غير ان هي بتقرأ قرآن في البيت وبترقي الأولاد. تمام. ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتكوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ما تجيبيش راقي، ما تجيبي راقي بتخرجي من 70,000 يدخلوا الجنه من غير حساب وسابقه عذاب. الانسان يرقي نفسه، كل انسان ممكن يرقي نفسه. انت اتوضأتي على وضوء واستعنتي بالله وحضرت النيه، فاقرأي على نفسك، اقرأي على ميه، اقرأي على ابنك، اقرأي على نفسك، اقرأي ببيتك، انت اقرأي بنفسك. كل انسان شيخ لنفسه، يرقي نفسه باليقين. طب ايه المشكله؟ احنا في الناس بتقول بالذات الامهات يعني لا ده شيخ وهو اكيد على صلاح اكتر مني وقريب الى الله سبحانه وتعالى اكتر مني، واحنا بيكون ليهم طريقه كده بيرقوا بيها الولاد، فاحنا بنطمن ان الشيخ هو اللي بيرقي مش احنا. والله يا استاذ انا يعني اي انسان يحط شيخ لنفسه، الواحد كل ما يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتدي يقرا باليقين، هي اولى انها تقرا على بيتها، والراجل يقرا لزوجته، والام تقرا لاولادها. اما بعض الشيوخ بنجيبهم ويبقى عندنا الظاهر الواضح بتاعهم ان هم زي حضرتك قلت الصفات اللي انت حضرتك قلتيها كلها، وللاسف بيكونوا مستعين بجن، للاسف ما يكونش عندهم اصلا التزام او تقوى زي ما احنا متوقعين او شايفين. دي اسرار عند ربنا. بس هو ما بيعملش حاجه غير انه بيقرا قران فقط. طب ما بعض المشايخ وبعض اللي هم السحره لما تابوا قال لك احنا الاول بنقرا القران بصوت عالي، وبعد كده بيدخلوا في طلاسم معينه او كلام معين عشان يحضروا مثلا الجان.
وانت بتفكر ان هو بيقرا القران، لو بدا معاك بالقران متوضئ ومتجه اتجاه السنه القبله معذره وبيصلي وقدامك بيعمل، هو بيقول لك انا كنت بصلي بس ما بقولش ايات قران قدامي المريض. لا انا كلامي عن الناس اللي هي فعلا بتقرا القران، تقرا ايات الرقيه الشرعيه من سوره البقره، وبيقعدوا يعني بتبقى الجلسه كلها قران كريم، يعني ما فيهاش تمام. اي شيء. ايوه، هو قال لك انت عايز تخليكي مع السبعين هتستعيني ليه؟ تستعيني بحد خارجي وانت عندك نفس ما عنده. يعني انت تستعيني ليه بشيخ وانت حطي الحديث ده قدامك، انت عندك تقوى ربنا سبحانه وتعالى، عارفه ترقي نفسك وترقي ابنك. بالعكس ممكن رقيتك انت، لان رقيه الام او رقيه الاب او رقيه الاخ لاخته ده بيكون في في خوف اكتر عليكي، فسبحان الله بيجيب نتيجه اعلى. وبعدين لما انت برضو لما تروح مرأة تقرا عند شيخ بدون محرم، هل هو محرم لها؟ بيقعد يقرا، ومثلا لو حضر عليها الجنه او حصل عندها مشكله بتتكشف وتتعرى وبتقرا لوحدها، وممكن تغير اصواتها، ممكن نحدث فتن كتير جدا جدا. ليه ادخل نفسي في شيء طب ما هو ده لو حصل لها مثلا وهي لوحدها، ما مش هتعرف تتصرف، ولا حضرتك تقصدي انها لازم حد يرقي، يبقى احنا نشوف لي راقيه سيده بقى؟ لا، لو انا خلاص بقى الحاله عندي صعبه جدا واشوف راقي، بشوف راقي التمس بالصلاح، يكون علي، يكون مشهور بالصلاح، يكون في تقوى ربنا سبحانه وتعالى، يكون معايا محرم مش من لوحدي، يكون لابسه اللبس اللي ما يخليش اتكشف لو حدث اي حاجه. ده لو انا بقى شاكه ان عندي ربنا يعافينا واياكي عنده سحر شديد جدا جدا مش قادره عليه فعلا. لكن انا بقول لحضرتك من التجارب ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اكتر انواع السحر بيتعالج لوحدها، ممكن بقراءه سوره البقره، ممكن بالاذكار، ممكن بالاستغفار، ممكن بالدعاء، اوقات الدعاء، ممكن بقيام الليل. يعني سبحان الله وبيتعالجوا، وفي حالات كتير عالجت نفسها بنفسها مع الاستمراريه عليها، مع الاستمراريه، مع اليقين، مع ان اكون على وضوء على طول. ما انا ما ينفعش ما اكونش على وضوء، لان لما بكون على وضوء انا كده سايبه بيتي خارب فيدخل اي حاجه فيه. مع الاستغفار، مع اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح والمساء لما الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لنا دي اكيد لها حكمه طبعا، ده حصن منيع علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيسكر علينا الدين او بيعمل لنا حاجه تتعبنا، لا بالعكس كل شيء بنعمله ده حصن بيمنع عنا العين، بيمنع عنا الحسد. انت بتقول اذكارك صباح ومسائك بتحافظي عليها، بتحافظي على حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. انت كده بتعملي حصون لنفسك ما يقدرش حد يخترقها. طب اخترقتي وحصل المشكله وحصل ضعف في شيء، فاستعيني بالله ثم بركي نفسك ثم استعيني بالحاجات اللي ذكرت وجابت نتيجه، وهتلاقي ان شاء الله الخير فيها وهتلاقي الشفاء باذن الله. طيب باذن الله تعالى. طب احنا دلوقتي عندنا جزء الأعشاب اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وعندنا الحجامة، وعندنا الرقية الشرعية. الثلاثة دول دايما بيدور الحديث حواليهم ان هم الأكثر يعني تأثيرا وعلاجا في الأسحار والأعمال والحسد والعين والسحر وكل الأمور دي كلها. في بعض الناس بتقول لابد ان الثلاثة دول يكونوا مجتمعين مع بعض، يعني أعمل حجامة ورقية شرعية وامشي على الاعشاب دي، مثلا البعض يقول مده لا تقل عن شهر، وباذن الله تعالى بعد الاستمرار شهر على الحاجات دي كلها نشفى بقى لو كان سحر او عمل او حسد. راي حضرتك ايه؟ انا رايي يعني ده الراي، ورايي ده خاص بيا انا. افضل طبعا اول حاجه الرقيه ثم الرقيه ثم الرقيه. استعين بالله بالاذكار، استعين بالله بكل ما اللي هنقوله وقلناه، وبعد كده لما ربنا يشفينا ابتدينا الجا للحجامه. طب انا ناس كتير بتروح تعمل حجامه وبعمل حالات كتير اللي فعلا حجامه وفعلا بيحضر الجن وبيتكلم، انا ما بشتغلش بيه، ما بشغلش نفسي بيه تماما، انا بشتغل وبسيبه يتكلم. يعني معقول انت بتيجي تعملي حجامه وتلاقيه فجاه طلع كده؟ من الاخطاء ان انا مسال المريضه انت بتعالجي، انت بتشتكي بايه؟ ما بتقولش الصراحه. فلو عندها سحر بعض الناس بتكلموا فعلا معايا، طب انا بقى اتكلم معاه واخش معاه واخد معاه في حديث؟ لا خالص. انا بكمل اهم حاجه اكون قايله اذكاري قبل ما اعمل حجامه لاي حد، بكون على وضوء، بكون مستغفره كتير جدا جدا عشان ممكن انا اتاذي. طب انا اشتغلت وانا ما اعرفش ان هي اصلا عندها مشكله سحر او مس، فعلى طول ممكن يحضر معايا، اعمل ايه؟ انا بقى على طول بقول اذكاري واقول ايه الكرسي على طول واقول المعوذتين وبكمل شغلي. ما ولا اكن انت بتعرفي ازاي يعني هو بيكلمك ولا في بعض بعد الحد بيتكلم، بعد الحد بيحصل تجاوز منهم جامد، بس انا بتكلم، انا بكمل معايا. لو تعبت مني قوي بوقف واخليها تقول افوق، اخليها تقول الاذكار وخلاص واكمل واقول لها اعملي وتمشي على الجدول اللي بقول لها عليه. مش بتخافي؟ لا، بيبقى فيها شويه في الاول، بيبقى في شويه طبعا قلق شويه، بس طبعا حصلها نفسي ما بقاش قلقانه يعني الحمد لله. بس بيحصل فيها تغيير صوت، بيحصل حركات، بيحصل سب، بيحصل مشكله منهم كبيره بعض الحالات، علشان هم بيكونوا بيتاذوا من الحجامه. يعني بعضهم قال لي انت بتاذيني، انت ما تاذيني ليه؟ فخلاص انت بتشوفي كده اي حد يفضل ان اكون على وضوئي على طول. ده بالنسبه للناس الاخصائيين اللي بيشتغلوا في الامر.
يقرا استغفار، لان ممكن بعد كده بيتنوا لما انت تاذي الجان او اللي انت معمول في السحر، ممكن بعد كده يفكر انه يأذيك في اي وقت، فانت لازم تنك على الاذكار فتره طويله على دعائك واصرارك. طب هل صحيح اللي بيتقال ان بعض الناس لما بتحاول انها تخرج الاسحار او الجن او الحاجات اللي موجوده فيها دي وما تقدرش تعملها اول مره، فبعد كده هو بيقوى اكتر عليها وبيمسك فيها اكتر؟ الكلام ده مظبوط؟ والله طول ما انت بتضعفي كل ما هو يمسك فيك اكتر، طول ما انت تبقى عامله قيمه ومزوده خوفنا منه او خايفه قوي، منه شديد، احنا اقوى كده الشيطاني كان ضعيفه. ايوه، واحنا كمان اقوى بديننا ومعوذتين، يكفي المعوذتين فقط، يكفي الاذكار الصباح والمساء، تقولي ايه بسم الله خلاص. فانت طول ما انت حتى لو انت عندك خوف شديد، واكيد هيبقى عندنا خوف قليل جدا، على طول بنقول الاذكار وبعدين احنا اقوياء خلاص. هو بصي هو عباره عن ايه؟ لما يكون عندي جارتك انت مؤذيه، فبتقعد كل شويه تخبطك بحاجه تاذيكي بحاجه، انت عملت لها قيمه وقعدتي مشغوله بيها، حسستيها انك خايفه منها فعلا، فهي بتزيد. اما انت لو سبتيها بمعنى اصح طنشتيها وما خدتيش دماغك معاها اصلا وما ادتش ودنك، ما ادتش اهتمامك، خلاص بيضعف لحد ما يزهق ويمشي. كان في قصه اتقالت قدامي مره، احد يعني المعالجين بالقران الكريم او الشيوخ لما كان يعني بيتكلم مع ناس وبيقول لهم على فضل سوره البقره، كان بيقول لهم احرصوا عليها جدا جدا، لان كان حد حكاله، بس كان حد تاب يعني من الاسحار والاعمال دي، ان هو كان عايز يأذي حد، والعهده على الراوي، دي قصه اتحكت قدامي يعني، انه كان عايز يأذي حد ببعض الاسحار او الاعمال، فقالوا لا انا مش هقدر ان انا اذيه، ده بيقرأ البقره كل يوم، والبقره دي تقيله علينا قوي، ما بنقدرش ان احنا نأذي حد بيقرأ سوره البقره كل يوم. طبعا باكد ان العهده على الراوي ان الحكى الامر ده. آية الكرسي لوحدها بتعمل زي يعني بعد الصحراء برضو اللي تابوا حضرتك قلت والعهده عليه برضو، قال لك احنا في بعض الناس بنبعت لهم المرض ما عرفوش يوصلوا لهم، ايوه بيقولوا مش موجود على كوكب الارض، وبعض الناس بنشوفه الجن يشوفه من بعيد جدا وما يقرب منه بيختفي من قدامه تماما. طب ليه؟ ده محافظ على اذكاره، بيقرا البقره، بيقرا آية الكرسي صباحا ومساء زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا. البقره لا تستطيعها البطل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها نعم مش بيقدر عليها السحره، تركوها حسره واخذها بركه ولا يستطيعها البطل. فاحنا لما نقرا آية الكرسي لو تصمنا على سوره البقره، لو قريت آية الكرسي فقط صباحا ومساء خلاص بينزل ملكان يحفظوكي يهتموا معاكي. ايوه فانت بقول لك احنا بعد الصحراء بقول لك بيلفوا فعلا على الانسان فلان دوت مسحور، فيقعد يلف فيها عشان دخل يلف مش لاقيه، بيقول مش موجود على كوكب الارض، او شافوا مسافه بعيده جدا جدا ويقرب عنده ما يلاقوش، او لو قرب له يحس ان هو حواليه حاجه منعاه. فسبحان الله ده كله بفضل القران. فهو احنا بنحافظ على اذكارنا واذكار الصباح والمساء، وبالاخص صوت آية الكرسي بسم الله الذي يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خلاص انت كده بتحصني نفسك. آية الكرسي خلاص بتحصني نفسك. المعوذتين بتفتحي بيها جسمك خلاص انت حصنتي نفسك، انت خلاص حطيتي الحاجز، حطيتي الصد لان اي حد يأذيكي، عين مس سحر، اعمل اللي انت عايزه خلاص بالظبط، مفيش مشكله خالص، انت خلاص حصنتي، عملتي حصن حصين ليكي. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ ابنائنا يا رب العالمين. طيب احنا دلوقتي يعني الناس لما بنتكلم معاها نحكي لها قصص واقعية من واقع يعني شغل حضرتك، اعتقد سنين طويلة ما شاء الله خبرة في موضوع الطب النبوي والحجامة يعني ومر عليكي نماذج كتير كده، فاحكي لنا بعض القصص اللي انت شفتيها بعينك، شفيت من سحر او من حسد او من عين بسبب رقية شرعية او بسبب بعض الاعشاب اللي مشيت عليها مدة طويلة، فاحكي لنا بعض القصص دي. اولا الاعشاب ما ينفعش، مستحيل نمشي عليها مدة طويلة، اي اعشاب تمشي عليها مدة طويلة انت كده بتعملي مشكلة بجسمك، بتأذي جسمك. ثانيا بعض الحالات انا زي ما قلت لحضرتك، ذكرت لحضرتك قبل كده ان التصفيح دي حالات شفت معانا، كانوا بيعالجوها ازاي هم في البلاد بتاعتهم، ذكر بلاد يعني او دول، بيعالجوها انها بتروح لاخصائيه الحجامه تقول لها هنعمل 21 جلسه حجامه كل 10 ايام جلسه. يعني جات لي المريضه او المرضى اللي جولي جسمهم مش عايزه اقول لك خريطه بمواضع الحجامه الكتيره انها تعملها كل فتره كل 10 ايام جلسه. ازاي تعملها كل 10 ايام جلسه وتاخدي منها كميه دم؟ ده خطا كبير جدا جدا. انا بتيجي عندي بمشيها على كورس هي بتعمله هي من نفسها، انا ما بتدخلش، عليكي بسوره البقره، عليكي بالاذكار الصباح والمساء، عليكي بالاستغفار، ولا ما اداش عدد. يعني ناس كتير يقول له اقراي البقره آية الكرسي 21 مره 31 مره، ما ذكرش في السنه او النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول اذكاري
بقول لها عليكي بقراءه سوره البقره، والله بتتصل بيا تقول لي في ايه اللي حصل؟ انا اتغيرت. عملت ايه؟ انا بعد ما قلت لها الكورس انت قلت لي عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، مع رقيه على الميه زي ما قلت لها، وتنفس في الجاروره او الشيشه او الزجاجه 3 مرات، تشرب منها وتغتسل منها. تبارك الرحمن. جات لي كانت واقفه حلقه على الخطبه ما شاء الله، جالها كذا عريس في نفس كملت يعني اولى من 10 15 ايام. فانا قلت لها انتظام على سوره البقره والمعوذتين وايه الكرسي والاذكار الصباح والمساء مع الرقيه الشرعيه المقروءه على ماء. نعم. وفي بعض الاعشاب ولا الاعشاب دي الحاجه ثانيه؟ في بعض الحالات ما دخلتهمش الاعشاب لان هم اصلا مش عارفه يمشي عليها، فدخلتهم الموضوع، خاصه بتوع اللي عندهم سحر التعطيل. في حاجه اسمها سحر التعطيل، تعطيل عن العمل، تعطيل عن الزواج، تعطيل عن الحياه الزوجيه، عن كل حاجه. فبرضه ما بيمشوا على الرقيه. بعضهم بقول لهم استخدموا السدر 7 ايام وبعد كده كملوا. بعضهم اقول لهم لا، عليكم مثلا بالقسط الهندي يمشي معانا شويه، اهم حاجه مش عليه فتره كبيره 10 ايام 15 يوم وبنريح وبنرجع عليه تاني. بس الاساسي عندي الرقيه الشرعيه. بعد ما بنخلص الرقيه بتتحسن جدا جدا، بدات نعمل جلسه حجامه. طب ليه جلسه حجامه؟ عشان الجسم بقى يرتاح ويخرج الاذى اللي فيه، والحجامه بتنشط الدوره الدمويه، بتعمل شغلها اللي احنا عارفينه، احنا قلنا كذا مره. وفي حاله ثانيه اللي هي اتعالجت معاها بالصدر، دي 4 سنوات زي ما قلت لحضرتك. متزوجه وهي بكر 4 سنوات. فجت وحكت لي، فقلت لها خلاص هنعمل كذا، وقرانا الرقيه على ميه بالصدر 7 ورقات صدر، وقلنا لهم الاذكار، وقلنا لهم الرقيه الشرعيه والفاتحه، وقلنا لهم يقراوا سوره البقره، واغتسلوا بيها. تبارك الرحمن. بعد 3 4 ايام اتصل الزوج انه الحمد لله تم الزواج، وتم انجاب ما شاء الله اكثر من 6 اولاد. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالمهم دي بعض الحالات. في حالات كتير شوفي بقى سبحان الله بيقراوا سوره البقره فقط، وسبحان الله جالهم حلم بمكان السحر، شافوا رؤيه بمكان السحر. نعم. حالات كتير جدا. في ناس بتقول ان هي لما بتستمر على قراءة سورة البقرة والرقية والامور دي كلها، فعلا الله سبحانه وتعالى بيرسل ليهم رؤية او بيبصرهم يعني نعم. بمكان الاذى اللي هو موجود في البيت. طيب في حال يعني في بعض الناس تقول طب انا لقيت ده في البيت. نعم. بيبقى شكل مثلا زي اللي بنشوفه مكتوب عليه او حجاب او حاجه فيها دبابيس والحاجات الغريبه، يعني ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا ويهديهم يا رب. لما بيلاقوا حاجه زي كده، يعني سواء هي لقت في بيتها او حد لقى بره ليها وجي قال لها الحقيقه انا شفت لك كذا كذا، المفروض نتعامل مع الحاجه دي ازاي؟ بتعمل فيها يعني ليها كذا طريقه، بس الطريقه المضمونه يعني انا بحطه في ميه، والميه بقرا عليها المعوذتين، وبقرا عليها الكرسي، وبقرا عليها خواتيم سوره البقره او سوره البقره، وبدوبها لحد ما تدوب تماما، وتتكب في اي مكان ما فيش حد يخط عليه، اي مكان متداري، يعني تحت شجره، في هي بيبقى فيها ورق وفيها مثلا لو فيها قماش مكتوب يعني بيتبل، الحاجات دي كلها يعني نتخلص منها. ما انت بتحط حضرتك الورقه في قلب الميه بتدوب خالص، بتمسح الكتابه نفسها بتروح. طب في بعض الحاجات بنقطع وصلها واحنا بنقرا ايه الكرسي. يعني مثلا قطعه قماش بقطعها وانا بقرا ايه الكرسي. تمام. كرسي بقرا المعوذتين، يعني بقوم بفصلها مع ان بقرا القران وبقرا ان انت تدوبي اصولها خالص. نعم، مع قراءه القران. ده مهم جدا. والانسان اللي هو اكتشف ان عنده كده نقول له بقى ان هو يستمر على الرقيه ويستمر على الحاجات اللي احنا قلنا عليها، مهم جدا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان بعض الحالات بيتوهموا من كتر ما سامعين ان عندهم مس وسحر وهي يعني ده كتير من الناس اي حاجه بتحصل له انا اتحسدت، انا معمول لي عمل، انا حالي واقف. ممكن يكون هو تقصير منه في حياته وفي شغله وفي مذاكرته وفي كده وفي سعيه واخذه بالاسباب، ولكن مباشره انا لازم اروح لحد يشوف ايه التعطيل اللي انا فيه ده من الاصحاب. عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا جالي حالات يعني بتاع ناس ما شاء الله مستويات يعني. المراه مهيئه لزوجها ان هي عندها سحر، اي حاجه اقول لها انا عندي سحر، خلاص انا ما اقدرش اعمل كذا، انا ما اقدرش، انا خلاص انا مأموره ما اعملش، وهي ماشيه عايشه معاها سنين على كده، والدكتور هو كمان او حد ذو قيمه علميه متوهم معاها بكده، مصدقه يعني للاسف. والله ومكسره في كل حاجه. وهو حكى لي وهي حكت لي، قلت لها بقول لك الموضوع مش سحر، انا عملت معاك كل الحاجات اللي تدل ان عندك سحر. لا ما فيش سحر. قالت لا والله في. قلت لها بقول لحضرتك ما فيش. وفعلا بعد ما زوجها تزوج خفت من السحر وبقت تمام. بقت تمام خلاص، ودعت معاها. للاسف فاكره نفسها ان هي كده بتضحك على زوجها، ان هي على طول تعبانه، على طول مرضانه، مش قادره تتحرك ولا تعمل حاجه. لا انا عندي
ناس طب كتير وكمان بتقع. لازم يعني برضو يكون في الجانب الطبي، احنا كمان كلامنا عشان الناس ما تاخدناش في اتجاه تاني تقول ان انتوا يعني بتنفوا الطب لا احنا والعلم ما بنمشي الطب. لا طبعا، يعني انت الامور دي كلها لابد ان احنا نكون ما واخدين انت عندك بالاسباب. اعراض يا استاذه ندى، انت مم. عندك اعراض، انا بروح رحتي لطبيبك، طيب قال لك ايه؟ الدكتور شخصك ايه بالظبط؟ خدتي علاج؟ عملت تحاليل؟ مم. لا والله زي الفل في كل حاجه، ما عنديش اي حاجه، ولا عملت تحاليل ما فيش حاجه، مم. عملت ما فيش مشكله عندي طبيه، ما فيش حاجه جسديه تمام. طيب بنسالها بنقفل على كل الابواب اللي فيها يكون باب مفتوح طبي، ممكن حاجه طبيه، مم. ممكن حاجه نفسيه، في حاجات كتير. فخلاص ما فيش خصم تاني تعالج معاه، ما ينفعش اخد الحاله كده على طول، تعالي على طول اعملي كذا واعملي كذا، لا. مم. ارك نفسك بس، روحي اتعالجي، روحي الطبيب يشخصك، اعملي تحاليلك، اعملي اشاعاتك تمام، يبتدي ان انا افتح باب اللي هو السحر او المس او العين. العلاج هو بالطب طبيعي النفسي. الانسان كده كده، بقول لك اكتر اهل الكبرى من العين، فانا على طول برك نفسي. دي من ضمن، طبعا. لو انا عندي طفل مريض او انا مريضه او زوجي مريض او ابني مريض او اي حد مريض، على طول وانا موديه للطبيب ارقيه، مم. لان دي ممكن تبقى عين. امراض كتير اكيد بتجيب بسبب العين يعني. اكيد. لان سبحان الله بقول لك سيدنا سهيل كان ابن سيدنا سهيل كان بيغتسل، فدخل عليه سيدنا عمرو بن ربيعه، شافه من مكان الوسط، من بياض جسده. بياض الجسد، كانت بنت الخضر في بياضها، يعني بياض جسده زي البنت. فسرع وقع في الميه في ساعتها، او ارتفعت حرارته جامد واخدوه نعم. للرسول. الرسول قال له تتهموا مين؟ قال له عماره. فقال له على ما يقتل احدكم اخيه، الا بركت عليه. ايوه انا بركت عليه، بركي اما تلاقي اللهم بارك. الناس اللي عماله تتريق على كلمه اللهم بارك، ما حدش يقول اللهم بارك، ما اعرفش هم متضايقين من الكلمه دي ليه. ده البركه. لو دخلت جنتها وقلت ما شاء الله تبارك الله، يعني لازم نبارك. حتى دخلت بيتك عجبك حاجه باركي اللهم بارك، شفت ابنك لابس حاجه اللهم بارك. ممكن تحسدي ابنك، ايوه بالظبط. ممكن الام تحسد بنتها، ممكن الزوج يحسد زوجته، ممكن الاخت تحسد اختها. ليه ما قلتيش اللهم بارك؟ شفت نفسك في المرآة لابسه حلو وشكلك حلو، بركي على نفسك، قولي دعاء النظر في المرآة. فكلمه اللهم بارك دي صح. فاول ما سمح قال له كده، قال له الا بركت عليه، امره بانه يغتسل ويتوضا، ياخد ميته ويغتسل. حصل ايه؟ قام نهض على طول. طب دي نقطة مهمة جدا عايزة افتحها معاكي قبل ما نختم حلقتنا. طب لو فعلا لو حد شاكك ان فلان ده او فلانة دي هي اللي حسدتني، هي اللي عينها مش كويسة، اعمل ايه علشان؟ خدي الاثر. اللي هو ازاي بقى؟ خدي الاثر. طيب احنا مش سنه ان انا اروح اقول لك يا استاذه ندى انا ممكن تتوضي عشان محتاجه اثر، تديني ميتي، انت ما تزعليش. المفروض ان انا ما ازعلش. لكن لا طبعا احنا كده هنقطع علاقات واوصال والناس كلها تزعل من بعضها. ده عشان احنا بقى تركنا السنه وتركنا الشرع فهنزعل. فانا اخليها تيجي عندي البيت، عندها اثر مكان القهوه بتاعتها، مكان العصير بتاعها، باخذه. طيب ما شربتش عندي واتعملت عندي، باخد اثر منها. او في حاله سمعتها قريبا في السعوديه، امراه كانت مرضت مره واحده وجالها ربنا يعافينا مرض صعب جدا. فحاولوا ان هم كانت الاول كانت بتمشي في حوالين البيت، فتاني يوم على طول مرضت، كانت بتلعب مع اولادها يعني. فابتدوا ان هم يعملوا ايه، ودوها الدكاتره، مفيش مشكله مفيش حاجه. فابتدوا ان هم طب ناخد اثر مين؟ ده العماره كلها شافتنا، هنخش نعدي العماره كلها ناخد اثرها. اختها جالها يعني سبحان الله، يعني جالها كده خاطر انها تمسك فوطه تبلها وتمسح اكر كل بيبان العماره، كل الشقق، وتمسح عندهم الشقه. ده اجتهاد شخصي منها. اجتهاد شخصي منها. قالت احنا مش عارفين ناخد اثر حد، طب نعمل كده. فابتدات، احنا مش بنقول ان هي كله يعملها، احنا بنقول دي حاله حصلت، دليل ان هي عندها عين، من ضمن التجارب اللي احنا بنحكيها، دليل ان عندها عين. نعم. والعرضه على الروي زي ما انت حضرتك بتقولي. فابتدت ان هي تاخد ومسحت حتى اكره البيت ومكان الصالون اللي كان الناس اتجمعوا فيه، مسحته بالفوطه، وبعد كده غسلتها في الماء واغتسلت بيها. يا ترى حصل لها ايه؟ شوفيت. طيب لو انا خدت منهم مكانها بقى عصير قهوه في الاخر، او اعمل بيهم ايه؟ بتحطيه في ميه، بتزوديها وترقي عند الرقيه وتغتسلي بيها، او تحطيها في ميه وتغتسلي بيها فقط من غير رقيه، بتشفى. ده لو انت واخده اثر منها، ودي اللي معيناكي فعلا، دي اللي عينتك، ودي اللي حسدتك. وفي عين وفي حسد، يعني انواع كتير. فللاسف احنا عندنا باب كبير جدا في العين والحسد والسحر والمس كتير جدا. انت ممكن تتمسي وانت ماشيه تخطي على العمل مش بتاعك اصلا وانت تاذي بيه. يعني يكون حد عامل عمل ورشه الفلانه مثلا، وانا قدرا مش قايله اذكاري وعديت من عليه، فانا خدت العمل انا. يا الله. ففي مشاكل كتير، ربنا يعافينا يا ربنا يعافينا ويرزقنا حسن العمل، لان احنا داخلين على ايام سبحان الله الناس قل ايمانهم وقل رضاهم وبقى يبص للي عندك ومش راضيين باللي عندهم. بص للي اقل منك، هتسعدي. ارضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى هتسعدي.
اما ابتدى يتوجهوا بقى وكتر قوي للاسف، اللي هو بيجي لك يقول لك اعلاميا، يعني يجي لك شاب لسه مش يعني في الثلاثينات يقول لك اقراي الحروف كاف عين صاد مثلا، او اقراي حروف الايه 30 مره 40 مره. دي فيها خطر كبير جدا، اوعي تعمليها. انت كده بتخش في تحضيرات. فانتبهي اللي ذكر في السنه اعمليه. صلى الله عليه وسلم كان عايز الحسن والحسين بالمعوذتين. البقره ذكرت في الحديث. عندي بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك، ده كله الحديث او الدعاء قوليه. اللي ذكر في السنه اشتغلي بيه. اوعي تاخدي حاجه يجيبها لك حد يقول لك اعملي دي 21 مره، اقراي مش عارفه ايه 30 مره، او الحروف الايات السور اقرايها مش عارفه كام مره. انت كده بتخشي في متاهات، وبتخشي في بتاذي نفسك. طب انا لو اعرف ان الشخص ده، او يعني حد مثلا واحد تقول انا عارفه ان جارتي دي حساده بتحسد، اعمل ايه لما اقابلها؟ انت قايله اذكارك، ولما اكون انا شفتك مثلا انت عارفه ان مثلا بتحسد والزناده دي لابسه حلو، فانا بسمعك حتى ما قلتش تبارك الرحمن ما شاء الله اللهم بارك، انت تقولي لها مثلا بتنقلي الايه حاجه عليها، انت ماشيه الفستان بتاعك اللهم بارك، انت بتعلي صوتك بكلمه اللهم بارك، بتنبهيها. انت قايله اذكارك وحاجتك، فانت خلاص محصنه نفسك. لكن على طول كلمه اللهم بارك لو ما قالهاش اللي قدام ما شاء الله اللهم بارك او اللهم بارك، انت تقوليها بصوت عالي. انت كده بتمنعي عينيها عنك. وتحاولي تستعيني بقضاء حاجتكم بالكتمان. الكتمان دلوقتي بقى صورنا على السوشيال ميديا الاكل بتاعنا، كل حاجه انا رايحه فين، انا طب استني بس ما تروحي وتخلصي ده بتعمل حقد بين الناس. ده بيجيب عين، بيعمل مشكله. وبعض الاطفال ربنا يعافينا اهلهم بعد ما نزلوهم ماتوا بعدها بسبب العين. انا شفت كده كتير للاسف هي طبعا كلها اسباب واقدار واعمار، ولكن لابد ان احنا ننتبه للنقطه دي، ان احنا كل ما هنخطو خطوه في حياتنا لازم هنعرف الناس كلها احنا بنعمل ايه. حتى خلاص يعني تممي الحاجه اللي انت بتعمليها، او الشغل بتاعك او سفرك، او بعدين بقولي للي حواليك. طب انا اتكلم ليه؟ ما انا مش هضر ولا انفع حد. انا اتكلم ليه؟ ما انا اخلي حاجتي في سري. لان دلوقتي زي ما احنا قلنا الناس دينهم ربنا يعافينا الا من رحم الله قل جدا جدا، فانا ويبصوا لكل حد. فانا احاول اكتم حاجتي واستعين بالله سبحانه وتعالى، واقول اذكاري صباح ومساء، استغفر الله كتير جدا جدا، اقيم الليل على قد ما بقدر. الصيام والحاجات دي كلها بتخلي الجسم يبقى فيه قوه لاي حاجه عين او حسد او مس او سحر. طيب في ختام حلقتنا حابين من حضرتك انك تنصحي نصيحة لكل اللي بيشوفونا النهاردة من خلال برنامج قوارير، حد بيخاف من السحر والحسد والعين، شاكك انه في مثلا اعمال او اسحار او ما الى ذلك، حد عايز يعمل وقاية لبيته ولاولاده ولنفسه من الامور دي، تنصحيه بايه؟ انا هنصحه بحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سحر او مس او سم يعني او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة لم يصبه سحر او سم، حيث كما ذكر في عجوة المدينة. ففي بعض العلماء او المشايخ قالوا انه ممكن اي تمر، بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عجوة المدينة. لم يصب في اليوم بتاعك تصبحي الصبح ب7 تمرات، يعني على الريق اخد 7 تمرات من عجوة المدينة. فلم يصبه سحر في اليوم ده اللي هو يومه سحر او سم تماما. وانصح كمان، احنا قلنا الرقيه تعملها في بيتي او كل ما اطلع اولادي اعزهم بالمعوذتين. لما اجي اقرا رقيه لازم اعمل فيهم 4 قرائن، اللي هو قل الله احد وقل اعوذ بالناس وقل اعوذ بالفلق قل يا ايها الكافرون. اقراهم في الرقيه. تمام. اقرا خواتيم سوره البقره او سوره البقره. ارقي نفسي باستمرار واولادي. ما كنا هروح اقابل جمع من الناس على طول ارقي نفسي اقول الاذكار قبل ما اروح عشان بحصن نفسي كويس. طب انا احصن وانا خارجه بس وانا عامله مشوار بس؟ لا، انت على طول بتقولي اذكارك وبتحصني نفسك كل يوم، لان ممكن اصلا العين تجيلك بذكر حد ذكرك عيني. ايوه. فانت على طول بتقولي اذكارك صباح ومساء، بتلتزمي بيهم، بتلتزمي بوضوئك، اسباغ الوضوء على طول تتوضئي. ده مهم جدا، مع تستخدمي كل حاجه ذكرت في السنه، السواك، الحاجات ذكرت في السنه، وان شاء الله ربنا يعافينا ويعافينا. امين يا رب العالمين. بشكرك جدا في النهايه الدكتوره سماح الحصري، المتخصصه في التغذيه العلاجيه والطب النبوي، على وجودك معانا، شرفتينا واخدتينا كتير. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والحفظ لنا جميعا ولامه محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد ان احنا فعلا ننتبه للامور دي كلها، نحصن انفسنا باذكار الصباح والمساء، بسوره البقره اللي ليها اثر عظيم جدا جدا ذكره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام
والسلام في علاج السحر والعين والحسد. ارقي نفسك وارقي اولادك، وتعلمي الرقيه الشرعيه اللي انت تعمليها لنفسك ولاولادك. بلاش نجيب حد من بره. وفعلا زي ما قالت ضيفتنا الفاضله، احنا اولى ان احنا ناخد سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كان هو اللي بيرقي نفسه وبيرقي اهل بيته. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لكل حد بيتمنى الشر او الحقد او بيحسد او ممكن يأذي حد. ربنا يهديكوا ويجازيكوا على اللي انتوا بتعملوه. لو انتوا فعلا نيتكم ان انتوا تأذوا غيركم، ارضوا بحالكم. لابد ان احنا نقوي علاقتنا برب العالمين علشان يكون عندنا رضا بحالنا، ما نبصش لغيرنا ونحسده ونتسبب له في اي مشاكل او اذى. انتهت حلقة قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.